ختام آخر موازيز الجزيرة مباشر مصر إليكم مشاهدينا الكرام هذا البيان الصادر عن شبكة الجزيرة انطلاقا من نجاح التجربتين الرائدتين الجزيرة مباشر والجزيرة مباشر مصر، فقد ارتأت شبكة الجزيرة إطلاق تجربة تلفزيونية جديدة مستمدة من روحي المشروعين السابقين ومستفيدة من طاقاتهما في مشروع واحد هو الجزيرة مباشر العامة. وستحل الجزيرة مباشر العامة في بثها على ترددي الجزيرة مباشر والجزيرة مباشر مصر التي ستتوقف عن البث مؤقتا لحين تهيؤ الظروف المناسبة لعودتها للبث مجددا من القاهرة، وذلك بعد استكمال التصاريح اللازمة بالتنسيق مع السلطات المصرية. وستقدم الجزيرة مباشر العامة تجربة جديدة تنقل الحدث المباشر من مختلف أنحاء العالم في ذات الوقت الذي تتبعه بالتحليل على مدار الساعة في صيغة تغطية خبرية متواصلة تتفق وسرعة إيقاع الأخبار في المنطقة والعالم بأسره. ستركز القناة الجديدة على التفاعل بين المشاهدين والحدث الذي يتم نقله بما يجعلها فضاء مفتوحا للمشاهد ليعبر وليس فقط ليتلقى. وستعتمد خريطة البث على مقترحات المشاهدين بأكثر من اعتمادها على نمط تقليدي من خرائط البث الثابتة. نجدد مشاهدينا الكرام بأن هذا هو بيان شبكة الجزيرة في آخر موجز تبث الجزيرة مباشر مصر من الدوحة. علم الوحدة حيفضل عالي يحرس أرض الوطن الغالي. فين حتروح من شعب مثالي؟ فين حتروح من شعب مثالي؟ مهما تلف ومهما تدور سيب الضلمة وعيش في النور. مهما تلف ومهما تدور سيب الضلمة وعيش في النور. ما فيناش